بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. أنا جاي النهاردة أتكلم مع الدكتورة نجلاء مندور، بنحييها. ازيك يا دكتورة؟ النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا هنتكلم عن الريف المصري. الريف المصري، أهالي الريف المصري في الماضي أو قبل كده أيام عصر مبارك تشابه مع الريف الوقت الحالي ولا اختلف؟ وده اللي هتكلمنا فيه الدكتورة نجلاء مندور. لا طبعا الريف المصري ايام مبارك كان بيعاني معاناه شديده جدا. طب احنا عايزين نحدد مع بعض كده في نقاط ايه المعاناه اللي كان بيعانيها الريف ايام مبارك. هقول لسيادتك، انا عاصرت العهدين، عهد مبارك وعهد الرئيس السيسي. عهد مبارك الريف كان بيعاني اول هام انتشار فيروس سي وامراض الكبد اللي كان يعني ما كانش فيه علاج، كان حالات وفيات كتير جدا، وده كان في مصر كلها، الريف المصري كله كان بيعاني من فيروس سي. ثانيا الحياه الاقتصاديه كانت ضعيفه جدا، المستوى الفرد ضعيف جدا، تمام؟ ما كانش في وسائل الراحه، كانت البيوت كلها يا اما ما فيش سقف اغلبها، وصول الميه والوسائل الحديثه والميه النظيفه ما كانتش موجوده في كل البيوت. طبعا الاضاءه ما كانتش متوفره. عموما في الايام دي بقى في عهد الرئيس السيسي لا طبعا قضينا على مرض فيروس سي انتهى تماما. قضينا على اغلب الامراض. كمان في فرق نسيت اقوله، ان كان في حاله الختان لدى البنات ما كانش عليها فوكس، فكان في بنات كتير ممكن يتوفاها الله. دلوقتي لا، ممنوع الختان. ثانيا كان في ايام مبارك او ثالثا بقى ايام مبارك كان في الزواج المبكر ده كتير جدا وما زال موجود. معلش انت الحاجات دي كلها بس عايزين نتكلم فيها. انا حضرتك دخلتي النقطه بعضها. احنا الاول انا عايزك انت توجهي كلمه للناس اللي بتقول ولا يوم من ايامك يا ريس. لا ازاي؟ باينه قوي، هي واضحه ان انا ولا يوم من ايامك يا ريس. ازاي؟ حالات الوفيات كتير جدا انا شفتها وعاصرت ده. حاليا ما فيش في الشهاده البطاقه الصحيه اللي طلعت اللي لازم ناخد جرعات للكورونا، وخدنا جرعات الفيروس سي بتاعت الكبد الوبائي، انتهت كل الحاجات دي اتلغت. ما كانش فيه فوكس على الحاله الصحيه للمريض بالشكل اللي موجود في الوقت الراهن. طب ليه الناس شايفه ان العصر اللي فات ايام مبارك اميز من دلوقتي؟ الناس شايفه ايام مبارك اميز رغم كل المصائب والوفيات والامراض اميز ازاي؟ بالعقل اديني عقلك ازاي اميز؟ بص، هو اللي انا اعرفه لسه سائل حد طبيعي كده، حد عندي في العيله، هو الحياه عمرها بترجع لورا وبترخص ولا دايما الدنيا بتزيد؟ الاسعار بتزيد. ما هي الناس فانا اوريدي في عهد رغم كل البؤس اللي فيه. امال قمنا بثوره ليه؟ يعني قمنا بالعقل بثوره ليه ضد مبارك؟ ده من ضمن اساسيات الثوره الوفيات اللي بسبب الامراض. هو انا اقول الامراض حلوه؟ يعني هل الامراض جميله؟ الله الامراض جميله ايامك يا مبارك؟ ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. ما هي الناس رابطه بتقول يوم ايامك يا ريس. لا انا ما بص، في كتير يا بيه، في كتير يعني قصه الاشاعات كتير. الاشاعات دي كتير، في مغرضين، في اجندات خارجيه بتتحكم، في العمق الداخلي للبلد معبأ الناس مش عايزه. لا انا عايز كلمه كده صغيره تقول للناس اللي بتقول ولد ايامك يا ريس، تقول لهم ايه؟ يعني بالذكاء كده، انت صحيا افضل، مستور، بتنزل السوق. انا بنزل السوق شخصيا وبشوف يوم السبت عندنا في ثلاث سوق السبت مليان بشر. هو لو في الغلا مش هلاقي حد بيشتري، الاقي السوق فاضي. طيب. لا الدنيا موجوده وشغاله والحياه جميله. وبعدين على العربيات العائلات احنا مصر بتنزل اللي هي القوات المسلحه منزله اسعار مخفضه جدا. يعني الثلاجات مليانه المواطن المصري من حاجات كلها بتاعت القوات المسلحه. طيب معلش، انت حضرتك من ضمن كلامك في الجزء اللي فات انت ذكرتي الزواج المبكر للفتيات. طبعا ده مصيبه، ده كارثه. طبعا ده من ضمن يعني من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابل الفتاه في الفتره اللي فاتت. هل الظاهره دي بقت لسه موجوده
ولا دلوقتي في العهد ده انا كنت ماسكه مدير وحده صحيه هنا في الغربيه، فكان بيجيني الزائرات الثقافيه اللي هي الزائره الثقافيه والزائره الصحيه اللي بتنزل في نفس الوقت تدي ثقافه للاسره وتوعيها بعدم الزواج المبكر، بالختان لا، في حاجات كده عليها فوكس في العهد ده ما كانتش موجوده ايام مبارك، كانت كده يعني حذر كده. انما الايام ده في العهد ده في عهد الرئيس السيسي في فوكس، في تركيز على حاجات معينه، لان انا من مصلحتي ان انا مع يعني عدد السكان يكتر نتيجه الزواج المبكر، فتقل انتاجيه الفرد، فيقل مستوى الدخل للفرد. يعني انا لو عندي 4 افراد في عيلتي وانا مسؤول عنهم، مش زي ما يبقى عندي فردين. تمام. طيب برضو احنا في نقطه عايز اتكلم مع حضرتك فيها، الا وهي حياه كريمه. هل انت حضرتك شايفه ان حياه كريمه قايمه بدورها على اكمل الوجه زي ما الرئيس السيسي؟ هو انا مش هدوس على الزرار يا فندم، كل حاجه هتبقى ايه وان في وقت ضيق. كون ان انا اعمل تنميه في مدار 7 سنين شغل بينعمل نتيجه اهمال 30 سنه، ولا اقول ولا ايامك يا مبارك، 30 سنه اهمال، مفيش تنميه، مفيش بنيه تحتيه كما يجب. انا مش زي الدول، يعني انا عندي دوله زي سنغافوره قلت عليها قبل كده، كانت معايا دول عالم ثالث بقت في منتهى القمه، والبنيه التحتيه والكباري والطرق يعني انا اعمل بنيه تحتيه لبلدي، وبعد كده نفضل هناكل بدل الطاقه 10. خلاص انا فاضلكم بقى، يعني انا عملت بنيه تحتيه حتى اواكب الدول المتحضره الحديثه اللي على مستوى العالم الدنيا، اواكب الركب الحضاري. يعني حضرتك بتقولي ان الريف في الوقت الحالي اتغير عن الريف الماضي؟ طبعا يميل الى المدنيه، مفيش يعني انا بنزل الريف، انا ممكن لو انا مقيمه في الريف كل حاجتي الاقيها دلوقتي. يعني انا عشت في الرياض فتره، مفيش حاجه اسمها ريف ومدن في الرياض، وكنت لما جيت مصر كنت امل ده ان اللي عايش في الريف يشبه اللي عايش في الحضر، كل المطلوبات اللي لكل فرد اللي بلاقيها في الريف الاقيها زي ما موجوده في المدينه. ده موجود دلوقتي تقريبا، السنترالات، التليفونات، المحلات، المستشفيات، الوحدات الصحيه بقت بتخدم الناس. في وحدات صحيه مش تمام في اغلب القرى، ومحتاجه تركيز ومحتاجه تفتيش بصفه دائمه، ومحتاجه ان انا اوفر الطبيب وراعي الطبيب وراعي الممرض. طب والطبيب اللي بيسيب الوحده الصحيه ويمشي؟ يا فندم هي مش القصه كده، الطبيب اول هم انا برضو لازم ارفع انتاجيه، لازم ارفع دخل الطبيب عشان يبقى ما يسيبنيش ويطلع بره، احنا بنعاني من النقطه دي. انا بتكلم ان في بعض الوحدات الصحيه المستشفيات بيحصل مرور، سواء كان من المحافظ، سواء كان من الوزير، سواء كان من سيد. انا كنت ماسكه مدير، تمام، والله كنت احيانا انا اللي بجيب التفتيش، انا من غير حد يعني بجيب التفتيش انا اللي بتصل بيهم تعالوا فتشوا عليا. ليه؟ لان انا عايزه دائما الدنيا تدريجي، انا مش هتصل تبقى الوحده 100 تدريجيا جراديولي هتبقى تمام، والاطباء هيحضروا وهيحبوا العمل بنفسه، هيبقى جاي شغله مبسوط. يعني ان انا اخترعت حاجه كده جوه شغلي واتمنى انها تنتشر، حاجه اسمها الاسابه. في عندنا جزء، لا في حاجه بقى الاسابه دي لو تمت ان الطبيب الشاطر هديله جزء قدام اخواته واعمل له حفله. طيب قبل ما اختم مع حضرتك، لو انا عاوز برضه ان انا في عجاله كده، انا عاوز اقول للناس ان الوضع في الريف اتغير، تقدر حضرتك معلش تم في كوره كتير وخصوصا الصعيد اللي انا متابعاه في حياه كريمه، هي شغاله يعني انا باخدها من تحت لفوق كده. خلينا الصعيد تمت التنميه بصفه جيده جدا، توصيل المياه للاماكن النائيه، تم تطوير كل البيوت المهدمه لدرجه ان في بيوت اتسلمت بالعفش بتاعها، بالثلاجه بتاعتها، بكل محتوياتها، بيدوروا على اكتر ناس يعني تحت خط الفقر، وبيتم توضيب البيت جدا والاسقف، ويعني بيستلم ممتاز جدا وبجميع الكماليات، تمام، وبنوصل له ميه، انا شفت ده بعيني ومتابعه، انا متابعه الصعيد كله ماشي كده من داون تو ابر، يعني بصيغه جيده. الوجه البحري بنبتدي بقى نتحرك فيه الايام دي كويس جدا برضه. يعني احنا عاوز نقول ان الريف المصري بدا دلوقتي ياخد اتجاه مختلف عن الماضي. طبعا بدانا نطلع من حيز الخنقه اللي كانت الناس بتبقى حاسه ان الريف لا اكل ولا شرب ولا ميه، بدا الريف ان هو ياخد نفسه. طبعا بدا الريف يواكب يشابه المدينه، وبناء عليه احنا بنقول ان مصطلح ولا يوم من ايامك يا ريس ده المفروض الناس كلها تبقى عارفه
ان الايام اللي فاتت كانت ما يعلم بها الا ربنا. صح يا دكتور؟ طبعا انا عاصرت ده وده، انا عاصرت ده وده. الحاله الصحيه انا كان يعني انا يعني بئن حزنا على الناس اللي بتموت دائما بصفه دائمه بسبب فيروس سي. يا جماعه مفيش حل، هو مفيش حل. هو احنا لما نخترع حلول والناس صحتها تبقى تمام ويعني طبعا الاعمار بيد الله، لكن كان في اسباب انتشار فيروسات مالهاش حلول. لما نلاقي لها حلول ده لوحده كفيل، ده لوحده انجاز. ان انا الغي مرض زي الكبد الوبائي يعني والناس انا كطبيبه كنت بعرف المريض وهو داخل لي عنده كبد وبائي ولا لا، وبعتبره انه عنده ايدز، لان انا يعني لازم اخد كل الاحتياطات. لازم عشان واعمل احتياطات شديده جدا ومفترض نعملها في عياداتنا. بس كنا المريض بيبان والبشره شاحبه باين كده وهو داخل العياده. ما عادش القصه دي، كل الناس وشها منور دلوقتي. الحمد لله. طبعا في ختام حلقتنا عاوزين نتكلم ونقول ان الريف المصري اتغير تغيير كامل في الوقت الحالي، ولازم احنا نحمد ربنا ولازم نشكر فضله، ولان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولازم نبقى عارفين ان احنا ان شاء الله في تطور من خطوه لخطوه في احوال بلدنا.